المنتخب العراقي سوف ينسحب رسميا من بطولة خليجي 22 احتجاجا على قرار رؤساء الاتحادات الخليجية خلال اجتماعهم الأخير بالعاصمة البحرينية المنامة بنقل البطولة من البصرة إلى مدينة جدة السعودية. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير محمود علق، نتابع. تبعات القرار الخليجي القاضي بنقل منافسة البطولة الأكثر شعبية في المنطقة كأس الخليج من مدينة البصرة العراقية إلى مدينة جدة السعودية ألقى بظلاله على العراقيين الذين لم يهضموا القرار الذي جاء على عكس تطلعاتهم وآمالهم في بعث النشاط الكروي داخل البلاد. بعد سنوات من الحظر الدولي، العراق رسميا انسحبت بمنتخبها من المشاركة في الدورات الخليجية إلى إشعار غير معلوم. أشقائنا في الخليج لم يقدموا بادرة على معاونة العراق في تجاوز بعض الأزمات التي تحدث. كنا نأمل أن يعطى العراق كامل الفرصة، أن يدعم العراق مثل ما قامت السعودية بدعم دولة اليمن عندما كانت الفنادق غير مجهزة إلى يوم افتتاح البطولة. ورغم أن وفدا من أمناء سر الاتحادات الخليجية ورفقة لجنة للتفتيش قد قاموا سابقا بزيارات تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمدينة الرياضية في البصرة والبنى التحتية من فنادق وما شابه، قد رفعوا تقريرا وصف بالإيجابي إلى رؤساء الاتحادات، إلا أن النتيجة جاءت مخالفة للتوقعات. أنا أعتقد أنه العراق بإمكانياته بالبوتنشال مالته العالي لا قادر على استضافة هاي البطولة حتى لو كان فيها 12 دولة مو 6 دول. يعني قادرين احنا على هذا الموضوع وأسهل عندنا من شرب الماء يعني. قرار سحب تنظيم كأس الخليج من العراق خيبة تضاف إلى خيبة أمل قرار عدم موافقة الفيفا على رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في العراق، الذي ما يزال يدفع فاتورة عدم الاستقرار الأمني. والانسحاب من المشاركة في خليج 22 يضاف أيضا إلى سلسلة خيبات أمل الكرة العراقية. هذا